خلينا نكون متفقين ان النادي الاهلي ما ينفعش يتقارن باي مكان تاني في مصر. النادي الاهلي نادي كبير، منظومه كبيره محترفه، كل حاجه هنا في الاهلي غير اي حته بره. طبعا الاهلي هو المكان اللي فيه كل حاجه تنجحك، هو المكان اللي انت كبرت فيه وعلى اسمك فيه، فكان بالنسبه لي دايما في الاول والاخر هو الخيار الاول بالنسبه لي. النادي الاهلي هو جنه الكره في مصر وافريقيا، ما ينفعش زي ما قلت لك يتقارن باي مكان. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، الموضوع في الاهلي مختلف عن اي مكان بره. طبعا النادي الاهلي طبعا تحدي جديد، بطولات، نادي كبير زي ما قلت لك، الموضوع هنا مختلف، كل يوم هنا في جديد. ما انت خدت بطوله النهارده خلاص انت بتقفل عليها، بتركز في البطوله اللي بعدها، فده سر من اسرار نجاح النادي الاهلي، ان انت خلاص انت خدت بطوله بنفرح يوم وخلاص، بتبص للبطوله اللي بعدها وبتبص للبطوله اللي جايه. وده طبعا ده على مدار تاريخ النادي الاهلي كده يعني. يمكن الضغوط في النادي طبعا صعبه، انت مطالب ان انت كل ماتش لازم تكسب، وده في الكرة بيبقى صعب جدا، بس طبعا انت بتلعب في نادي كبير فلازم تبقى قد المسؤوليه، لازم تبقى قد المكان اللي انت فيه، النادي واثق فيك وجايبك هنا، فانت لازم تبقى واثق في نفسك وواثق في قدراتك، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي اليوم بيومه، انت النهارده كويس الناس هتسقف لك، بكره وحش الناس هتنتقدك، وده طبيعي في الكوره، خصوصا لو انت بتلعب في مكان كبير زي النادي الاهلي. واحنا طبعا كلاعيبه متفاهمين ومتقبلين ده، لان انت زي ما في ايام بتبقى انت كويس فيها ومبسوط فيها، لازم تدوق الوحش من الكوره. المنافسه في خط الهجوم طبعا هتبقى في مصلحه النادي، يعني لما يكون عندك واحد واثنين وثلاثه كويسين ده طبعا بيبقى في مصلحه النادي. لعيب غاب في اثنين موجودين، ثلاثه موجودين، في الاول والاخر هي مصلحه الفرقه، والافضل طبعا اللي بيلعب، دي وجهه نظر المدير الفني، فاكيد اللعيب الافضل اللي هيأدي كويس هو اللي هيشارك يعني. يمكن طول عمر النادي الاهلي عنده لعيبه على اعلى مستوى في خط الهجوم على مدار السنين اللي فاتت، كل اللعيبه اللي كانت موجوده في خط الهجوم ده كان كلهم كواليتي عالي. انا طبعا جاي اساعد، اللعيبه اللي موجوده كلها لعيبه كبيره ولاعيبه كويسه، احنا كلنا بنساعد بعضينا علشان خاطر النادي يعني. بحب العب جنب مين؟ لا، يمكن احنا كلنا واحد، انت ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، اللي انت كل المنظومه واحد، اي حد تلعب جنبه فانت لازم تساعده وهو يساعدك. بخصوص المفاوضات يمكن انا بحترم جدا كل الفرق اللي اتكلمت معايا، انا بشكرهم جدا، لان النادي الناس ما شفتش منها حاجه وحشه، الناس كانت بتتفاوض وكانت مؤمنه بقدراتك وكده، بس انا زي ما قلت قبل كده ان انا كان دايما خياري الاول، وكنت صابر جدا عشان انا عايز ابقى موجود في المكان ده، لان انا طبعا زي ما قلت لك الاهلي هو رقم واحد، فكان لازم تصبر، فالحمد لله اللي انا يعني صبرت واللي انا رجعت مكاني تاني. طبعا بشكر كابتن خطيب وبشكر كابتن يوسف، وطبعا والمدرب طبعا، لان المدرب كان مقتنع بيا جدا، وكان يعني كان مرحب جدا باللي انا ارجع وكده، فانا طبعا بشكرهم وكده، وان شاء الله هبقى عند حسن ظنهم ان شاء الله. يمكن تجربتي في السعوديه كانت السنه الاولانيه كانت كويسه بالنسبه لي، يمكن السنه الثانيه حصل لي اصابه، اتاخرت شويه، كانت الظروف مش افضل حاجه يعني الموسم الثاني يعني. يمكن انا شايف ان تجربتي في السعوديه تجربه انا استفدت منها، وكنت بلعب في دوري قوي، دوري فيه لعيبه كتير جايه من اوروبا، نجوم كبيره، فانا شايف ان انا راضي عن التجربه بتاعت السعوديه. يمكن خلاص انا مش عايز اتكلم في حاجه فاتت، خلينا نركز في اللي جاي ان شاء الله. يمكن كاس العالم كنت انا بتفرج في البيت، كان بصراحه كان نفسي الفريق يروح في مكان ابعد من كده، يمكن ما كانش فيه توفيق. يمكن اول ماتش كان بالنسبه لنا كان ممكن يفرق معانا جدا، 3 بونت بتاع اول ماتش كانوا هيفرقوا جدا. بنحمد ربنا وان شاء الله نعوض الجماهير ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. يمكن جمهور الاهلي طبعا انا مبسوط جدا ان انا بقيت معاهم تاني. يمكن كنت في السعوديه كنت بلاقي ناس بتجيلي المدرجات في السعوديه، كان حتى الناس بيا متفاجئين ازاي، قلت لهم لا جماهير الاهلي في كل مكان،
حتى انت شفت في ما شاء الله في كاس العالم كان الارقام عامله ازاي والاعداد عامله ازاي. يمكن انا الحمد لله قبل ما امشي كنت زعلان جدا ان انا ماشي، وكان في حاجات نفسي اكملها، ارقام كنت عاملها كويسه كان نفسي اكملها. فالحمد لله ان انا رجعت ان شاء الله واكملها. بس طبعا اهم حاجه مش بفكر في الفردي قد ما احنا بنفكر في الجماعه يعني، وكده كده الفردي بيجي لو انت ركزت في الجماعه يعني.